اللي اسمها نرمين دي صفحه وانطوت من زمان، من اول ما زياد مطلقها. ليه تفتح الصفحه دي تاني؟ ليه تروح لها البيت؟ وليه تنقل لها اخباركم؟ جاوب انت وقول لي هستفاد ايه؟ جاوب، ده لو فيك عقل ولا بتعرف تفكر. ايه اللي انت عامله فيها ده يا هشام؟ تعالي يا ولد. ايه ده؟ تعالي. دي جنحة 3 سنين تخش فيها السجن. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا عامل فيا ايه؟ شايفه شكلي بقى عامل ازاي؟ ده الدكتور في المستشفى قال لي كويس انك لسه عايشه. معلش اهدي يا شيري. انت ده واستنيني بره. الله يخرب بيتك، ايه اللي انت عملته ده؟ انت مجنون يا ابني؟ ده مش مجنون، ده مختل. قسما بالله ما هسيب حقي وهسجنك. انت فاكر ان انا ماليش اهل؟ انا اهلي جايين دلوقتي، جايبين ناس هيشرحوك بره. ده لو خرجت من هنا يا واطي. وطي صوتك يا شيري، احنا في الاسم ما يصحش كده. شكلك انت كمان مش خارجه النهارده. ليه؟ انا عملت ايه؟ ما انت عماله تهدديه وتشتميه، يعني هو دلوقتي لو عمل لك محضر انت كمان هتتعرضي على النيابه الصبح. في يا جماعه؟ طبعا، ما انت لازم تقفي في صف، ما كان هيموتني بسببك. على فكره انا لا واقفه في صفك ولا في صف، ولا فارق معايا انت عملتي ايه اصلا. هو انا عملت ايه؟ واحده كلمتني قالت لي تعالي ضروري عايزاكي في حاجه دلوقتي. رحت لها، ما هي برضه كانت صاحبتي في يوم من الايام، وانا ما بعرفش ابقى واطيه مع اصحابي. ويا ترى بقى ايه الموضوع المهم اللي كانت عايزاكي فيه؟ هو احنا لحقنا نتكلم؟ انا دخلت شفت زياد، حسيت انه ده فخ وان هي عايزه توقعني مع جميله، قمت شتماها وماشيه. اكيد كانت عايزه تقول لها انها اتجوزت. هي قالت انها اتجوزت؟ كنت لسه حتى بتكلم في الموضوع ده مع جميله واحنا جايين. بس انا على فكره يا زياد مش مقتنعه، حاسه ان ده فيلم هي عاملاه. وهي ما قالتش اتجوزت مين؟ لا ما قالتش، وانا ما اهتمتش اني اعرف الصراحه. يا جماعه هي اصلا بتلاعبنا كلنا. هي جايباني وهي عارفه ان انت هتكون موجود. بس هي ما كانتش عارفه ان انا رايح لها. ازاي؟ انا كنت رايح فجاه يا شيري. بص انا مش عارفه هي كانت بتفكر في ايه. انا في القرف اللي انا فيه تتحرق نرمين وابو نرمين كمان. بس البيه ده جاب اخره معايا. الحمد لله انه رمى يمين الطلاق. انا ورحمه امي وابويا ما راجع لك تاني ابدا. بس بقى وطي صوتك شويه. ايه يا مدام؟ جبت التقرير الطبي؟ جبت تقرير بعلاج اكتر من 21 يوم، وفي اشعه بتبين الكسور اللي محتاجه تتجبس، وفي تقرير من المستشفى بيقول ان محتاجه تحجز. ده مش ضرب يا حضره الضابط، ده شروع في قتل. معلش يا فندم، ممكن بعد اذن حضرتك تسيبنا بس 10 دقايق كمان؟ انا سايبكم بقالي فتره يا فندم. معلش 5 دقايق من فضلك. مفيش مشكله. انت بتاع ده، اسكتي بقى.